هلا حبايبي، شلونكم؟ رجعت وياكم فيديو سريع ترتيبات الصالة وتغييرات الصالة. طبعا أنا الكريسماس آخر واحدة تشيل الشجرة مال الكريسماس اللي هي أني كل شريت حابتها ألوانها مناسبة ويا الصالة، بس هسه لقيت بعد خلاص كافي فشريتها وسويت تغيير بسيط قبل رمضان. وهسه راح أشوفكم التغييرات اللي شلناها. شجرة الكريسماس أحافظ عليها، أخليها بأكياس وكبار سود وأغلفها تغليف تام وأضمها بالبيتونة، ما عليها شي. أهم شي أغسل زرعاتي وكان يوم الموعد مالتي مال السقي ومال الفيتامينات مالتهن ومسحت الأوراق. كلش تعبون الزرع لما يجي الموعد مالتهم، لأن أمسح ورقة ورقة وهواي ياخذون وقت من عندي، بس يستاهل لأني بناتي حبيباتي. انتو سولفولي سويتوا بالعطلة؟ وين راح تطلعون وين راح تجون؟ ترتيبات لازم بالعطلة، ترتيبات تغييرات البيت كله وتنظيف البيت كله. بعد واحد لما يطلع هو مرتاح وراحة نفسية، مرتاح وبس راحة. ما أعرف أنا العيد، عيد حب، رأس السنة، عيد ميلادي، عطلة صيفية، عطلة شتائية، عيد الفطر، عيد الأضحى، إذا ما عندي ترتيب، ما أسوي ترتيبات وتنظيف من الشعب، أعتبر ما مسوي أنا شي، يعني ما أتونس بالطلعة. فأنتم مثلي، وشنو رأيكم باللوك النهائي مال الصالة؟ طبعا ثلاث شي بسيط، مجرد غيرت الزرعاية، خليت زرعاية وشريت ما شجرة كريسماس وغيرت الكوكات مال الكريسماس وخليت خضارات حياكة وغيرت الشموع وبس. هذا اللي سويته. أحبكم كلش هواية، مع السلامة. البث والتوزيع الشبكي مهدي الفهداوي. والله الحاجة يقضيها الكاظم ما يرد محتاج. والله الحاجة يقضيها الكاظم ما يرد محتاج. والله الحاجة يقضيها المبعد عليها الكاظم ما يرد محتاج. والله الحاجة يقضيها 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 الكاظم ما يرد